تحية طيبة أحبتي الأكارم. حادث مروري دموي على طريق آلتون كوبري قضاء الدبس. طبعا الحادث عبارة عن مركبة واحدة نوع بيك اب فورد، بيك اب حمل. طبعا المركبة تتوجه من آلتون كوبري يروم الذهاب إلى قضاء الدبس. طبعا بسبب السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على المركبة يتوجه على يسار الطريق ويذهب باتجاه الوادي. طبعا هاي المسافة من بداية الوادي إلى نهاية الوادي السيارة تطير، يعني السيارة طايرة. يعني ايش قد كانت سرعتها؟ لو تلاحظ من هنا لهناك يصطدم بالكتف الترابي هناك، ومن ثم المركبة تستدار وتنقلب في الوادي. مع الأسف المركبة بي 5 أشخاص، 5 توفوا. للمعلومات أكثر نروح على سيد مدير مرور محافظة كركوك العميد محمد إسماعيل. سيدي الله يسعدك. أسباب الحادث وإحنا بأيام رمضانية واليوم جمعة، يعني شنو سبب الحادث؟ يعني نوهت على الحادث بس أريد توضيح من جنابكم إذا أمكن سيدي. الحادث صاير بسبب طبعا السرعة الشديدة والدنيا نهار، الجو صحو واكو علامات مرورية مؤثثة. هذا الطريق لأن طريق فرعي يربط الناحية قضاء الدبس اللي هو 80 كيلومتر في الساعة، ولكن هذا السائق الله يرحمه ويرحم العائلة كافة جاي بسرعة شديدة. من أثناء السرعة فقدان السيطرة على المركبة باتجاه اليسار مباشرة على الوادي، وهناك أكو سياج واقي أيضا، بس قبل السياج رأسا رايح على الوادي فمرتطم بالكتف الترابي المقابل، يعني تقريبا 30 متر. هاي المركبة طائرة، والمركبة سريعة من موديل الحديث فورد دبل قمارة، أكيد يسبب هذه الحوادث. الله يرحمهم. حادث مؤسف ومميت مع الأسف. والطريق أثناء الحادث لا يوجد أي مركبة حسب شهود العيان. أكو أخ هنا فلاح من سألنا يقول ماكو أثناء الحادث ولا مركبة لا بالسايدة ولا بالسايد المقابل. يعني ماكو تضايقات، ماكو أي تضايق، والدنيا نهار والعلامات مرورية مؤثثة موجودة مثل ما قلت 80 كيلومتر بالساعة، وطريق مو مزدحم. نعم. شكرا سيدي. احنا دائما ننوه السائق الكريم نقول حزام الأمان جدا ضروري. لو تلاحظني مقدمة المركبة الاصطدام صار بمقدمة المركبة، الأشخاص الموجودين خلف إذا شادين حزام أو السائق والسكن كانت تكون هناك أضرار بشرية، نعم، بس ما كانت النتائج تكون هكذا. فرسالتنا لأهلنا وناسنا السواق الالتزام بحدود السرعة والالتزام بربط حزام الأمان، لأنه حزام الأمان على اسمه، حزام أمان يؤمن حياتك من هكذا أضرار بشرية.